احلى عيله في الدنيا، عيله رانيا ميكس. يا رب تكونوا كلكم بخير حبايب قلب رانيا. النهارده بقى جايبين اسرع واسهل معجنات هنعملها للمدارس، وبجد بجد هتشكريني عليها، والولاد هيتجننوا وكل شويه يطلبوها منك، وصدقيني مش هتتعبي فيها خالص. اقتصاديه جدا جدا، وهقولك ايه البدائل اللي ممكن نحطها. ويلا بينا عشان نشوف من احلى والذ معجنات هتعمليها، وباي حشوه عندك هتمشيها عادي، ما تقفيش على اي حاجه. يلا بينا بسرعه نشوف عملنا ايه. معايا دلوقتي كيس من الخميره. انا زي ما قلت لكم كميه الدقيق بتاعتي كيلو الا نص كوبايه دقيق. وبنزل دلوقتي على كيس الخميره بحوالي كوبايه من الميه الدافيه، بس انا لسه هزود تاني ميه وهقول لكم ازاي. وبنزل دلوقتي بحوالي معلقتين ونص من السكر، وبخلط كويس جدا جدا المكونات دي كويس قوي. بعد ما اخلطهم كده زي ما انتم شايفين، هننزل دلوقتي بحوالي معلقتين كبار او 3 معالق كبار من الدقيق. هو معيار نص كوبايه دقيق او 3 معالق كبار من الدقيق. بقلب كويس قوي، انا مش عايزاها تقيله، عايزه السمك ما يبقاش تقيل معايا، لاني هنزل دلوقتي بميه عشان ما اخليهاش تقيله قوي. بنزل دلوقتي كمان بنص كوبايه من الميه. احنا لسه هنحط ميه، بس هقولك المراحل بتاعتها، وبغطيها لحد ما تبتدي تخمر زي ما انت شايفه كده. انا بقرب لكم عشان تشوفوا خمرت ازاي، وبقت عامله فقاقيع صغيره كده. انا بقيت واثقه ان الخميره بتاعتي شغاله. بنزل دلوقتي بكوبايه من الزيت، وبننزل دلوقتي ببيضايه واحده بس. طبعا انت ممكن تقدري تحطي بيضتين زي ما انت عايزه. احنا قلنا اقتصادي، احنا قلنا بنعمل معجنات اقتصاديه. وبنزل دلوقتي بكيس من البيكنج باودر، وبخلط كويس قوي قوي المكونات دي. افضل حاجه تخلطيها كده قبل ما تنزلي الدقيق بتاعك. بعد ما خلطتها زي ما شايفين الخمران عامل ايه معايا، مطلع فقاقيع زي ما انتم شايفين كده. بنزل دلوقتي برضو بنص كوبايه من الميه. هقولك في الاخر احنا حطينا قد ايه ميه. وبنزل دلوقتي بالدقيق بتاعي بالتدريج. انا معايا كيلو، بس اللي انا هحتاجه في العجينه بتاعتي هيبقى كيلو الا نص كوبايه من الدقيق. لو انت عايزه تحطي نص كوبايه الدقيق، يبقى هتزودي برضو شويه من الميه او ربع كوبايه من الميه، علشان تديكي السمك اللي انت عايزاه ده. انا بحط الميه بالتدريج علشان اوريكم السمك اللي انا عايزاه. فانا عايزاكي تركزي في سمك العجينه هتبقى عامله زي ايه، زي عجينه الزلابيه كده، بس تقيله سنه عن عجينه الزلابيه. فاهماني؟ علشان تديكي الطراوه اللي انت بتشوفيها معايا، اللي انت شفتيها في اول الفيديو. بخلط كويس جدا جدا. انا دلوقتي عايزه احط تاني دقيق. هرجع تاني برضو احط نص كوبايه من الميه، وبحط باقي الدقيق، لكن بيفيد معايا في الاخر نص كوبايه من الدقيق. فبقول خلاص كفايه كده. المهم احنا قلنا بنحط الميه والدقيق بالتدريج علشان توصلي للعجينه اللي انت شايفاها قدامك دلوقتي. طبعا انت اسلم حاجه، انا بعد ما عملت بالمضرب الاول بدلت المضرب بمعلقه من الخشب عشان اقدر اشتغل كويس بيها، وتفرد معايا بسرعه وتنعم معايا العجينه. كل ما تضربي في العجينه كل ما تديكي النتيجه احسن واحسن. طيب ده بيفكرك بايه؟ بيفكرك بعجينه العيش البلدي، فاهميني؟ طبعا هو البيتي. بنزل دلوقتي انا بسيبها ترتاح. بعد المرحله دي بسيبها ترتاح 5 دقايق بالظبط. وبعد كده باخد نص العجينه بتاعتي وبفردها بمنتهى السهوله اللي في الدنيا في الصينيه بتاعتي. اسهل حاجه عشان تفرد معاكي بسرعه، بايديني صوابعك، طراطيف صوابعك بس بالزيت، بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله. بعد ما خلصت فرد العجينه بتاعتي، باجي دلوقتي وهنزل بالحشو بتاعي زي ما قلت لك، او اللي انت حباه، ميكس جبن، لحمه مفرومه معصجه، براحتك خالص. انا هحط هنا دلوقتي هحط تونه. انا جبت حوالي علبتين تونه، وقطعت عليهم طماطم، وقطعت عليهم فلفل وبصلايه صغيره خالص. وبنزل بحوالي 3 معالق كبار من الجبنه الشيدر، وبخلط الحشو بتاعي، وبعد كده بنزل بيه كله. القوطه بتبقى من غير بذر يا جماعه، محدش يحط القوطه بالميه بتاعتها علشان ما تطلعش ممكن نسميها الفطيره بتاعتنا، ما تطلعهاش تبقى معجنه من جوه. والمهم بقلب كويس جدا جدا، وبخلط زي ما انت شايف اسفه. بوزع كل الحشو بتاعي، وبنزل برضو بحوالي معلقتين 3 تاني من الجبنه. ما عندكيش خلاص ما تقفيش على حاجه، لو عندك جبنه رومي حطي اي حاجه، اللي موجوده عندك مش هيقول لا. صدقيني النتيجه في الاخر مبهره. انا عايزه اقول لكم هي ما باتتش اصلا، يعني انا صحيت الصبح ما لقيتش حاجه منها، مع اني كنت عاملاها بالليل جدا.
المهم بتفردي برضه، بتاخدي برضه نص العجينه اللي فاضل وبتفرديه بنفس الطريقه اللي انت شايفاها دي. بتدهني ايدك من بالزيت، وبتدهني بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. شايفه؟ تحفه تحفه والله العظيم. انا بجد بجد يعني انا كرانيا مبهوره والله. انا قمت كده قلت اعمل اي حاجه للعشاء خفيف كده، لقيتها فعلا طلعت معايا. قلت لا، يبقى انا لازم اقول لكم عليها، لانها ممتازه ممتازه للمدارس. جميله جدا لما تحطيها لاولادك في اللانش بوكس، هتبقى تحفه والولاد هيحبوها. بس والنبي والنبي اوعي تدعي عليا عشان هيطلبوها كل شويه منك، بس هي سهله ما تقلقيش. بعد كده بعد ما فردت زي ما انت شايفه كده، باجي دلوقتي بغطيها برده 5 دقايق واسيبها. اكون بعمل اي حاجه، شرايح بقى فلفل، عندك شرايح طماطم زي ما انا عملت كده، طماطم من غير ميه يا جماعه. واروح جايه رصاها وبدخلها الفرن على 180، والفرن يكون سخن قبلها ب5 دقايق. وبعدين اول ما بتطلع معلقه من السمنه البلدي او معلقه من السمنه تكون انت حباها عندك، بتدهنيها وتروحي جايه مغطيه. المفروض بقى في المرحله دي تغطيها لما تبرد، انا ما استنيتش لما تبرد. وفي حاجه عايزه انبهك ليها، شايفين طبعا الصينيه عملت ازاي من جوه، لاني انا ما نضفتش العجين اللي كان جاي على طرف الصينيه، فاوعي تغلطي الغلطه بتاعتي دي. تمام، هو بيطلع عادي بيتغسل عادي، بس انت خلي بالك برضه عشان الشكل. وبعد كده اهو بتطلع من الفرن مع بصي، هي بتتكلم عن نفسها. انا بوريكي العجينه طالعه عامله ازاي. العجينه نفسها هشه جدا، ما تعرفيش انت بتاكلي بيتزا، بتاكلي ايه ده، ايه الجمال ده حقيقي بجد بجد، ولا احلى من كده بصراحه. والله ولادي كل شويه من ساعه ما عملتها وكل شويه ماما كل يوم بالليل تعملها لنا، عايزيني كل يوم بالليل كمان. يلا لو وصلتي معايا لحد دلوقتي في الفيديو بتاعي، اوعي تنسي رانيا من اللايك الجميل بتاعك يا قمرايه انتي، واوعي تنسيني باللايك بالله عليك حبيبه قلبي. وشايفين بقى لما بردت شويه، لما هديت خالص من السخونيه، كانت التقطيع بتاعها بمنتهى السهوله اللي في الدنيا. اول بص انا بوريها لكم، عايزه اوريكم ايه ده، ايه الحلاوه دي بجد، كانت ولا اروع والله. جربيها ومش هتندمي، مش هتخسري اي حاجه. وخلي بالك مكوناتها كلها اقتصاديه، تقدري تحطي بدل البيضه تحطي 2. عندك لبن بودره تقدري تحطي، لبن حليب حطي، براحتك خالص، انت اللي تتحكمي فيها وبالمكونات اللي انت عايزه تحطيها. لكن احنا بنعمل حاجات اقتصاديه، وانت تعملي اللي انت عايزاه يا قلب رانيا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. مفيش يعني بصوا، هي بصراحه جوعت الواحد حقيقي. الف الف هنا. وما تنسيش رانيا ايه، ها كل شويه اقول لكم ما تنسوش اللايك، وانتوا برضو بتنسوني في اللايك. الف هنا وشايفه حبايب رانيا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واسيبكم بقى مع القمر ده وايه وانتوا بتشوفوه. والف الف هنا لله يجرب، واللي هيدوق ما ينساش رانيا بالدعوه الحلوه، وان ربنا يوفق ولادي ويكرمني فيهم. مع الف سلامه. سلام.